إحنا بنشوف معارك ورا بعض. أوروبا مسيطرة أكتر بكتير على مالية روسيا من اللي ناس كتير متوقعة. هو ده الوضع. مش بحب الحرب. أنا مش بحب إن في حربين كبار شغالين مع بعض، لأن سواء عجبنا ده ولا لأ، إحنا بنتفرج على حرب عالمية بتتكون قدامنا. لسه مش عارفين نسمي اللي بيحصل دلوقتي حرب عالمية تالتة ولا لأ. وعلى الرغم إن الموضوع مغري، إننا نربطهم ببعض من ناحية الدرونز وأنظمة مكافحة الدرونز. الروابط الأقوى اللي بتجمعهم بترجع لحاجة أبسط بكتير: الفلوس. في تأثير دومينو مهم بيشمل مضيق هرمز والتجارة بين أمريكا والهند، وبيرتبط في الآخر بساحات القتال في أوكرانيا. وأنا متأكد إنك سمعت قبل كده عن إزاي ده مكسب مالي كبير للكرملين في وقت صعب زي ده. أنا هنا أتكلم عن إنه أصل المشكلة أعمق من اللي ظاهر، وكمان أستعرض الإجراءات الصح اللي لازم تتاخد في الظروف دي. زي ما قلت، أوروبا تقدر تخفف معظم المشاكل دي. استعدوا، إحنا داخلين على رحلة مليانة إثارة وتقلبات. يلا نبدأ بالأساسيات. أمريكا بتحشد قوات لإيران. إسرائيل بتغتال المرشد الأعلى. اللي باقي من الحكومة الإيرانية بيقولوا إحنا مش عاجبنا اللي حصل ده خالص، وبيقفلوا مضيق هرمز فعلياً. لازم أقول فعلاً، إيران بتقول إنه مفتوح للجميع إلا إسرائيل وأمريكا، وده غريب لأن 5% بس من نفط هرمز بيروح لأمريكا. وبرضه لازم أوضح إن هكساس بيقول المضيق مفتوح، وإن اللي بيمنع المرور دلوقتي هو ضرب إيران للسفن، وده طريقة ملتوية عشان يوضح إن المضيق مقفول. 20% من نفط العالم محبوس في الخليج، وده رفع أسعار النفط. أنا قلت قبل كده إنه كل اللي في البنتاغون كانوا عارفين إن إغلاق مضيق هرمز كان احتمال، فالإغلاق لوحده مش هيعمل كتير عشان يجبر الولايات المتحدة على الانسحاب، لأنك محتاج معلومات مفاجئة عشان تحدث فعلاً توقعاتك عن نتائج الحرب. لكن رد فعل الشعب الأمريكي على الإغلاق، وبالذات إن البيت الأبيض يتفاجأ من عدم قدرته على التعامل مع العواقب، ممكن يكون له التأثير ده. عشان ما ننساش إن انتخابات منتصف المدة فاضل عليها أقل من 8 شهور، وترامب أصلاً في الحكم بسبب إن الإدارة اللي قبله ما قدرتش تتعامل مع مشاكل الأسعار في الشارع الأمريكي. عشان كده الإدارة بدأت تدور على حلول لزيادة أسعار البنزين. كل ما كان أبسط كان أحسن. عشان كده اتكلموا عن تعليق ضريبة البنزين أو الإفراج من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. أكبر خطوة حتأثر على العالم وقت الحرب هي إجراء تنفيذي ظهر كخبر هامشي من 6 شهور. الموضوع ليه علاقة بالهند، واللي على حد علمي مش داخلة في حرب دلوقتي. وبرضه باكستان حالياً في حرب مع أفغانستان، فمين عارف؟ في أغسطس اللي فات أمريكا فرضت عقوبات سنوية على الهند بسبب استيراد النفط الروسي. أيوة، الحاجة اللي كانت زمان فكرة نظرية كنت بعلمها للطلبة وكأنها للغرض الأكاديمي بس، بقى دلوقتي سياسة لها تأثير حقيقي. العقوبات الثانوية بتستهدف طرف مش مباشر عشان تفضل تعاقب الخصم الأساسي. الموضوع غريب شوية. هديك مثال من الواقع. روسيا بتهاجم أوكرانيا. الغرب مش عاجبه، ففرض عقوبات على روسيا، ومعظمها حظر على البضائع الروسية. مبادئ العرض والطلب بتقول إنه لو الصادرات الروسية زي منتجات الطاقة مثلاً ما بقاش عليها طلب زي الأول، السعر هينزل لحد ما البضاعة تلاقي مشتري مستعد يشتريها. العقوبات ملهاش علاقة بالقيمة الطبيعية للسلعة. الفرق في السعر هو الفرق بين اللي الروس كانوا بيكسبوه قبل كده واللي بيكسبوه لما يضطروا يدوروا على مشتري بديل. الفرق في السعر حسب الوقت بيتراوح بين 3 و10 دولار لكل برميل نفط. المستورد الجديد هو الكسبان في الموضوع، والهند بتستفيد من الخصم. لو اللي بيفرضوا العقوبات عايزين يكونوا أذكى ويعملوا أكتر، يقدروا، بس لازم يطبقوا العقوبات الثانوية.
لو الهند جابت نفط مخفض، المصدرين الهنود حيتعرضوا لحظر غربي. العقوبات الثانوية الفعالة بتمنع الهند من الشراء. ساعتها النفط الروسي حيخسر مشتريينه، وروسيا حتتحمل الخسارة لوحدها. إدارة ترامب في أغسطس اللي فات هددت الهند بتعريفة جمركية 50% لو استمرت تشتري من روسيا. ساعتها سياسة العقوبات الثانوية اتسخرت منها علناً. أعتقد ترامب كان بيهدد بفرض تعريفة جمركية على الكل ساعتها. يمكن كان فيه تاكو. مش قادر أفتكر إيه اللي حصل، من اللي حاسس إنه بقاله 10 سنين جيوسياسياً. العقوبات الثانوية كان ليها دعم واسع من الحزبين في الكونغرس، ولما تجمعت مع شوية تنازلات تجارية من البيت الأبيض السياسة نجحت. الهند قللت استيراد النفط الروسي. ده كان قبل حرب إيران. أسعار النفط ارتفعت فجأة، وإدارة ترامب قررت التعليق لمدة 30 يوم للعقوبات الثانوية. المنطق بسيط وواضح. لو النفط ده رجع للسوق، المعروض هيزيد والأسعار العالمية هتنخفض. المستهلكين الأمريكيين هيحسوا براحة، وده هيقلل رد الفعل الدولي ضد ارتفاع أسعار الطاقة. دلوقتي في قيود كبيرة على اللي ده ممكن يعمله. ده حل مؤقت في أفضل الحالات، بيوفر ما يعادل 5 أو 6 أيام من النقل عبر المضيق. ده مش ولا حاجة، بس مفيش حلول فعلا غير إننا نعيد فتح المضيق بأي طريقة. إدارة ترامب قالت إنه السياسة دي مش هتأثر على أسعار تصدير النفط الروسي، لأن في كمية كبيرة من النفط الروسي في ناقلات في البحر مش لاقية مكان تروح له. الكرملين كسب فلوسه وقت الشحن، يعني مفيش ضرر. الوقف المؤقت ده بيطبق بس على النفط اللي اتحمل على الناقلات، مش على أي شحنات مستقبلية روسيا بتخطط ليها خلال 30 يوم. بصراحة التأثيرات الاقتصادية معقدة. السياسة دي بتأثر على التوقعات بخصوص مكسب الناقلة اللي هتغادر، وبتزود العائدات الروسية جداً. كل ده على أساس إن وقف العقوبات الثانوية هينتهي خلال 30 يوم، وإن إدارة ترامب مش هتعلن عن وقف جديد للعقوبات لأي نفط يتحمل في الفترة دي. محدش اتفاجئ، وأوروبا ما كانتش راضية عن السياسة دي. مارس اللي عادة بيدعم تصرفات ترامب في إيران قال: إحنا شايفين إنه غلط نخفف العقوبات. للأسف روسيا لحد دلوقتي مش باينة عايزة تتفاوض، وعشان كده لازم نزود الضغط أكتر على موسكو. المتحدث باسم ستارمر قال: القرار لأمريكا وموقفنا واضح. إحنا مستمرين نمارس أقصى ضغط اقتصادي على روسيا لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا. ماكرون كان مختصر أكثر: عواقب الحرب في إيران مش مبرر لرفع العقوبات. أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي قال: قرار أمريكا الأحادي برفع العقوبات عن صادرات النفط الروسي مقلق جدا وبيأثر على أمن أوروبا. زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ضروري عشان توافق تتفاوض بجدية للسلام العادل والدائم. الناس كلها بتحب فكرة السلام الدائم والعادل. دلوقتي عايز أقول إنه في 15 شهر اللي فاتوا أوروبا زودت تبرعاتها لأوكرانيا، بينما أمريكا وقفت المساعدات المالية المباشرة، لكنها لسه بتدعم استخباراتياً وبتدي أولوية لمشتريات السلاح الأوروبية لأوكرانيا. بناء على ده، شايف إزاي الموقف الأوروبي الحالي من العقوبات الثانوية؟ لو رجعت بذاكرتك من 6 شهور وعارف إن في الأوقات دي ده طلب صعب، ممكن تفتكر الإجابة؟ ترامب كان فكر علناً إنه يفرض نوعاً مشابه من العقوبات الثانوية على الصين، بس يوضح إنه هيعمل كده بس لو أوروبا عملت نفس الشيء. لكن أوروبا رفضت ده ورفضت العقوبات الثانوية على الهند. فبالإشارة لتعليقات كوستا، طبعاً ده كان قرار أحادي. أوروبا ما شاركتش في العقوبات الثانوية الواسعة. الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مش سايبين الشركات الهندية تفلت تماماً. المستوردين مثلاً ممكن يتمنعوا من استخدام الخدمات المالية الأوروبية. ممكن يمنعوا تصدير المنتجات المصنوعة من النفط الروسي لأوروبا. ده هيخلي بعض الشركات، خصوصاً التكتلات الكبيرة متعددة الجنسيات،
تتراجع عن التعامل مع روسيا. طالما الموضوع قانوني، حيفضل فيه رائد أعمال يضحي بشغله مع الغرب عشان يكسب من روسيا. ده مش حملة الضغط القصوى اللي المتحدث باسم ستارمر وصفها. القضاء على دافع الربح. محتاج الهند تراقب نفسها. أوروبا ما عملتش التشريعات دي قبل كده. كل الانتقادات لترامب كانت عشان ألغى سياسة لمدة 30 يوم، مع إن أوروبا ما طبقتهاش. وعشان نكون منصفين، ماكرون وميرس مش بيتحكموا مباشرة في سياسة التجارة بسبب الاتحاد الأوروبي. في ناس تانية هم العقبة الأكبر، حتى لو حد فيهم ممكن يخسر شغله قريب. بس ده برضو ما بيغيرش غياب المبادرة الأوروبية هنا. مش هطول في النقطة دي، لأن القناة بتدور على حلول بناءة. فلو المواضيع دي تهمك، أنا أقترح إنك تتكلم مع ممثليك، لأن بحسبة بسيطة أوروبا عندها القدرة توقف استيراد الهند للنفط الروسي لوحدها. إحنا عارفين إن أمريكا كان عندها نفوذ كافي على الهند علشان تجبرها تعمل كده. صادرات الهند لأمريكا 88 مليار دولار في السنة. صادرات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع بعض بتوصل 89 مليار، وطبعا فيه اختلافات بينهم. لكن في الظهر النوع ده من التهديد اللي أوروبا ممكن تستخدمه كافي إنه يخلي الهند تلتزم في الظروف العادية. لو وسعنا النظرة، موضوع العقوبات السنوية على الهند هو جزء واحد بس من الصورة الأكبر لسوق النفط. ما فيش شك أن روسيا على الأقل على المدى القصير هي مستفيد رئيسي من حرب إيران. من كام أسبوع بس كان سعر النفط حوالي 65 دولار للبرميل. في المرحلة دي الميزانية الروسية ما قدرتش تتحمل الجهد اللي الكرملين عايزه في أوكرانيا. بعد سنين تخطيط وهجوم مكلف، لكنه ناجح في الأراضي، ظهرت شروخ. حتى في وسط بداية حرب إيران وابتداء ارتفاع أسعار البترول، روسيا خسرت حوالي 78 كيلومتر مربع من الأراضي في أسبوع واحد. سلسلة المكاسب الروسية الطويلة دي كان شكلها ممكن تتقلب حتى لو لفترة قصيرة. معظم تقدم أوكرانيا في جبهة زابوريجيا وفي مكاسب تكتيكية شمال شرق دونيتسك. دلوقتي في نقاش كتير عن اللي بيحصل هنا. أوضح سبب مباشر هو إيقاف تشغيل أجهزة ستارلينك اللي بتشغلها روسيا. ده هز نظام القيادة والسيطرة بتاع روسيا، وده فتح أهداف سانحة لأوكرانيا. الجنود الأوكرانيين قاموا بالواجب، ومع ده الكرملين بيحاول يقيد استخدام تليجرام اللي بيعتمد عليه الجنود في الجبهة. ده على طول يخلينا نسأل، إزاي قوة إقليمية بطموحات عالمية تعتمد على تطبيق خاص لتواصل جيشها؟ ده كمان زود الشائعات إنه الكرملين قلق أكثر من مقاومة مدنية في موسكو، وبدأ ياخد إجراءات استباقية. في الوقت ده من السنة دايما الطقس موضوع نقاش بسبب ذوبان جليد الشتاء وأمطار الربيع اللي بتبطئ التقدم. بس ده مش كل الحكاية، لأن معناه تقليل مكاسب روسيا، مش إنه معدل التبادل يبقى لصالح أوكرانيا. ولو وسعنا في النقطة دي أكتر، ممكن فعلا يكون الطقس وقف مكاسب روسيا في بعض أجزاء خط المواجهة، وده منع إن المكاسب المتنافسة تلغي بعضها البعض. أوكرانيا بتقول إنها الفترة الأخيرة قضت على جنود روس أكثر من قدرة الكرملين على تجنيد بدائل. بس حتى لو ده صحيح، ده لسه مش كفاية يفسر ليه أوكرانيا بتكسب أرض. الهجوم الروسي نظام مش كفء بيحول الناس لمكاسب أرض. خسارة روسيا بعض قوتها البشرية مش معناها أوكرانيا تتحكم في الوضع. بالعكس، ده المفروض يجبر روسيا تقلل من توقعاتها الهجومية وتحاول تثبت الخطوط في الأماكن اللي صعب تتقدم فيها. في حاجة تانية بتحصل هنا. ممكن يكون قطع أنظمة الاتصال بيعمل لخبطة في القوات الروسية، وحتقل مكاسب أوكرانيا في الأسابيع الجاية لما الجنود الروس يتعودوا على أنظمة بديلة. ممكن يكون في حاجة بنيوية في أوكرانيا بتكشف نقطة ضعف استراتيجية عند روسيا. لازم نستنى ونشوف. اللي أقدر أأكد عليه إنه أياً كان سبب الهجوم الأوكراني،
أو الهجمات المضادة المحدودة. اللي بيساعد هو إنه فيه جنود روس أقل على الخطوط الأمامية. وده بيرجعنا لسؤال البترول اللي جاي من حرب إيران. روسيا بتجند الجنود بمرتبات منافسة. المرتبات دي بتعتمد على قدرة الحكومة على دفعها، واللي بدورها بتعتمد على قدرتها تستوعب عامل زيادة بيسيب الاقتصاد المدني المنتج. انخفاض أسعار النفط في الفترة اللي فاتت كان حط ضغط كبير على النظام الاقتصادي الروسي. بنفس الطريقة صدمة أسعار النفط أنقذت الكرملين. المدة دي بتعتمد على طول الأزمة في مضيق هرمز. لو كنت بشتغل في الكرملين كنت هكون مرتاح ومش مرتاح في نفس الوقت. لازم أكون صبور. زيادة التجنيد هتحتاج وقت توصل للجبهات. بمعنى تاني، ممكن جدا نشوف أوكرانيا بتحقق نتائج كويسة في أرقام مارس، بس ده مش معناه إن أوكرانيا تقدر تتجاهل موضوع النفط. كمان أوروبا تقدر تقلل الضرر. في الحقيقة أوروبا دايما كان عندها القدرة إنها تقلل الضرر. روسيا محتاجة ناقلات عشان توصل البترول للأسواق اللي لسه عايزة تشتريه. السفن المرتبطة بروسيا عندها مشكلة جغرافية، لازم تعدي مناطق أوروبا تتحكم فيها. لسنين أوروبا كانت مترددة تطبق العقوبات بتاعتها أو قوانين الملاحة البحرية. اتغير، وتحركات أوروبا لسه مش منتظمة. يبدو إن أوكرانيا عملت نفس القدر أو أكتر لما بعتت الدرونز بتاعتها للبحر المتوسط عشان تضرب السفن الروسية وهم رايحين ناحية قناة السويس. المهم إنه سعر البترول العالمي مش فارق لو روسيا مش قادرة تنقل البترول. مع بعض الاستثناءات، الكرملين بيعتمدوا على أسطول ناقلات فل. لو الناقلات وقفت، اللي بيحصل في إيران مش مهم. طبعاً الخطوات دي للتخفيف بتتطلب من أوروبا إنها تقبل رد فعل تصعيدي من روسيا. مفيش مخاطرة، مفيش مكسب. بس الكرملين ما عملش كتير عشان يرد على شوية المصادرات اللي أوروبا جربتها بالفعل. التصعيد مش لازم يسبب أزمة في أوروبا كلها. وفي نفس الوقت الفيديوهات مش لازم تنتهي وأنا بحكي لك عن الكتابين الرائعين دول عن الحرب. قصدي الحرب الأصلية. غالباً ده اللي بعمله لما بنتكلم عن أوكرانيا. شوف وصف الفيديو لمعلومات أكتر عنهم. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.